السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى فيديو جديد. الفيديو هذا تعقيب بسيط جدا كذا، يعني صادفت خالد شايع، أحد مشاهير السوشيال ميديا، مسافر في اليمن وراح هناك العيد، ولكن اليوم صار على حادث. البعض يقول واحنا وش دخلنا؟ خلينا من الخبر هذا، صحيح احنا وش دخلنا، ولكن نسمع الفيديو ونرجع نعلق على كلمة بسيطة أنا سمعتها، يمكن البعض ما ركز عليها. ريح من هو ولا باكله والله ولا باكله، نقول سامك حقنا الرجال بخير ما بيش بين الشيء عادوها. طبعا مثل ما سمعنا، الحمد لله على السلامة، وما مثل ما قال فيه منشور خالد شايع انه قاع عاكس خط واصطدم لفوقه، ولكن في شخص يقول خلاص الحين ما يوقع يا اخا، صالحه بحاجة زايد ناقص وخلاص. ليش صالحه بحاجة زايد ناقص وخلاص؟ اذا هو غلطان وعادك زيد تصالحه، تفتح باب باب لطلبة الله والعشبطة لاصحاب الموتورات. اهم شيء يكون الموتور حقه درفوع وقفز، مثل ما شفت بعض التعليقات، نشوف اللوحة السعودي راح لا قدامه هنا كعب، علشان هو لا نقول ان نتهم هذا الشخص، قضاء وقدر، ولكن اذا انت غلطان اتحمل غلطك. المصالحة هذه والصلح هذا ما عاد ينفع. الان بعام 2025 ومن بعد 2020 ما في الا نفسي، لا تعرف احد. المعروف الرحمة القبيلة هذه اللي يشتري يتقبل، ولا ذا عادي من حقه، ولكن الذي سائد في كل دول العالم سيستم، قانون، اللي بيقول به القانون يشيله. ليش يصلح له قبيله وصالحه ما أدري بإيش بحاجة زايد ناقص؟ إذا أنت غلطان اتحمل غلطك وصلح سيارتي عادك. هو ما ضيعنا إلا هذا، ما عليش وخلاص، وش تصلح الأمور وبوسة بالراس ورقمة شال، وضاعت البلاد والعباد وضاعت حقوق الناس. تحياتي للجميع.